أهلا بيكم، معاكم شريف الصرافي. الإعلام الإسرائيلي النهاردة يمهد لبيع قناة السويس المصرية عن طريق الضغط على الإدارة المصرية إعلاميا. أيضا الخبر الثاني اللي عندنا إن الجيش المصري النهاردة بحسب موقع RT الروسي بدأ يصنع عدد من القطع العسكرية البحرية اللي هيتم استخدامها عند دول الخليج لتأمين محيطهم. المهم في البداية نسأل سؤال في غاية الخطورة: ليه الإعلام الإسرائيلي النهاردة بيمهد لبيع قناة السويس المصرية؟ على فكرة ده مش كلامي، وعلى فكرة كلها محض إشاعات وهرتلة. اللي حصل إن في صهيوني اسمه إيدي كوهين، الراجل ده بقاله 10 سنين من 2013 لحد النهاردة كل سنة يرمي لك تويتة أو تغريدة فيها شائعة معينة. يعني مثلا في 2014 طلع شائعة وقال لك على فكرة عبد الفتاح السيسي قتل، قال لك مات. الشائعة اللي طلعها النهاردة ان قال ايه الحكومة المصرية وقعت اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية لبيع قناة السويس. طيب علشان نفهم ايدي كوهين بيشتغل ازاي مع الموساد الإسرائيلي، وخد بالك الراجل ده شغال مع الموساد وبيعرف يتكلم عربي احسن من اللغة العبرية. المهم الراجل كل سنة يرمي لك إشاعة اخرها ان مصر وقعت اتفاقية مع اسرائيل لبيع قناة السويس. مين بقى اللي بياخد الاشاعة دي ويروجها؟ الاجابة الاعلام اللي قاعد هربان في بريطانيا وشغال مع الاستخبارات البريطانية. اللي حصل ان ايدي كوهين نشر ورقة كده متفبركة، قال يعني دي الوثيقة اللي مصر وقعتها لبيع قناة السويس لاسرائيل. الوثيقة طبعا كلها هرتلة يعني. المهم ايدي كوهين بيرمي الإشاعة، فيطلع معتز مطر ويطلع محمد ناصر، والإعلام اللي بيبث من بريطانيا وشغال مع المخابرات البريطانية يقول لك الحق إعلامي إسرائيلي يثبت إن السيسي باع قناة السويس. حاجة يعني عبط وهرتلة. نفس الإشاعة دي اترمت أكتر من مرة بالمناسبة، ونفس القصة اتكررت في الإشاعة اللي قالت لك إن السيسي قتل وإن اللي بيحكم النهاردة كومبارس، راجل عدلوا له شكله. إشاعة كانت منتشرة أيام 2013 بعد الإطاحة تنظيم الإخوان. المهم هناك تنظيم ثلاثي شغال على نشر الشائعات في مصر، ومش هقول لك معتز مطر وناصر، لا دول يا دوبك بياخدوا الإشاعة ينشروها. مين بقى مصدر الإشاعة نفسها؟ الإجابة أولا زي ما قلت لحضرتك ايدي كوهين. رقم 2 في رجل اعمال اخواني اسمه محمود وهبة. الراجل ده عمال يطلع على قناة مكملين الاخوانية ويقعد يقول لك الاقتصاد المصري هيفلس، المصريين مش هيلاقوا ياكلوا، مش عارف البنوك هتحجز على اموال المصريين الى اخره. ايه قصة الراجل ده اصلا؟ على فكرة هو مؤخرا انتمى للاخوان. اللي حصل ان محمود وهبة في التسعينات أخذ قروض من البنوك قيمتها تقريبا 750 مليون. طبعا المبلغ ده وقتها يعني يعادل النهاردة 3 مليار جنيه. المهم في التسعينات أخذ الفلوس دي ومعرفش يسدد للبنوك وقام جاي هربان بجزء منها، طلع يهرب في لندن. ومن ساعتها بدأ يشتم حسني مبارك. لما حسني مبارك مشي وجي المجلس العسكري شتم المشير طنطاوي، ولما جه الإخواني محمد مرسي شتمه برضه، ولما جه الرئيس السيسي نفس القصة. يعني بيكرر الموضوع ده. فواحد يسأل سؤال: هو ليه محمود وهبة بيعمل ده؟ لأن الراجل ببساطة شديدة عليه أحكام بالسجن، فهو يعني بيجي يبتز أي حد يحكم مصر على أمل إنه يطلع له عفو رئاسي أو القضية بتاعته تتحفظ. يعني دي قصة محمود وهبة. أيضا الشخص الثالث اللي مهمته نشر الشائعات في مصر هو المدعو سامي يوسف. والراجل ده بالمناسبة شغال رسمي مع المخابرات البريطانية. تعرف المخابرات البريطانية بتعمل معاهد أبحاث سياسية وعسكرية إلى آخره، بتشغل مصريين هربانين، لبنانيين هربانين، جنسيات مختلفة يعني، علشان يطلعوا تقارير عن الدول المستهدفة. سامي يوسف أيضا مهمته نشر الشائعات. وأصلا لما تيجي تبص على الورقة اللي هم بيدعوا انها عقد بيع قناة السويس، قمة في الهرتلة. يعني مثلا الختم واحد من الاختام اللي على الورقة موجود على موقع جوجل، يعني جايبينه من النت. فانا مش فاهم يا ايدي يا كوهين، انتوا للدرجة دي مصاريفكم في الموساد الاسرائيلي قليلة؟ يعني طلع ختم شكله شيك. يعني حاجة تانية، اللي فبرك العقد ده
تقريبا كان شارب مش فايق، لانك هتلاقي العقد في بدايته متوقع بتاريخ 27/12/2022. في نهاية العقد كاتبين تاريخ التوقيع 12/1/2023. فتقريبا ايدي كوهين كان سهران سهرة مش فايق يعني، ونشر الهرتلة دي. لكن هنا نسأل سؤال مهم جدا، ايه الهدف من نشر الإشاعة والهرتلة دي؟ الإجابة ابتزاز القيادة المصرية. لو حضراتكم تفتكروا الحلقات اللي عملتها سابقا يعني قلت لك فيها معلومتين. اولا، وزير الخارجية الامريكي جاي لنا مصر هنا علشان ياخد دبابات ابرامز المصرية يبعتها لاوكرانيا. مصر رفضت الكلام ده. لمن لا يعلم، مصر بتصنع الدبابة الامريكية ابرامز على ارضها بنسبة مكون محلي تصل الى 90% بحسب ما هو معلن في بعض المصادر. عندنا 1200 دبابة، الامريكان عايزين منهم تقريبا 500 600 حاجه في الرينج ده. مصر رفضت الكلام ده. ايضا مصر رفضت الطلب الاسرائيلي بالمشاركه في هجمه عسكريه تستهدف ايران. الرئيس السيسي رفض الكلام ده. فانت لانك رفضت تورط بلدك في حرب، تعالى بقى نستلمك. اشاعات، اكاذيب، وانا مش مشكلتي مع اللي بينشر الاشاعات دي. يعني ايدي كوهين، محمود وهبه، وسام يوسف، التلاتة كدابين، ومعتز وناصر كدابين، وهم عارفين ان هم كدابين. انا مشكلتي مع اللي بقاله 10 سنين بيصدق الهرتله اللي بيقولوها. انت عامل بالظبط زي ما تكون واحد كل سنه تروح لايدي كوهين في الموساد الاسرائيلي ويضربك على قفاك، فترجع لنا نقول لك ضربك على قفاك يا حبيبي ما تروحش تاني. تيجي السنه اللي بعدها تروح لايدي كوهين مصدر الاشاعات اللي بيتم نشرها عندنا اللي هو الموساد يعني، تاخد على قفاك، نرجع نقول لك يا حبيبي انت اخدت على قفاك للمره الثانيه ما تروحش هناك، وبقالك 10 سنين عمال تاخد على قفاك. فنصيحه يعني، معتز مطر وناصر وايدي كوهين دول مش بيتصرف عليهم ملايين لله وللوطن يعني. محدش عايز ينشر الحريه والديمقراطيه عندنا. المهم ايضا ناصر الدويله، وهو يعني شخصيه سياسيه من الكويت. في البدايه كل الاحترام لاهل الكويت. على فكره ما عنديش مانع ان اي حد في المنطقه الخليجيه ينتقد الاداره المصريه عادي، اصل احنا كلنا في الاول والاخر عايشين في حته واحده. اللي بيعطس في مصر بيأثر على الخليج، نفس الشيء. الخليج امنه يهتز، احنا هنا ننضر. فانا ما عنديش مانع ان يطلع اي حد خليجي ينتقد الاداره المصريه او يقول لك مصر فيها مشكله يا جماعه نصلحوها الى اخره، ما عنديش مانع خالص. لكن لما يطلع ناصر الدويله سنه 2015 لما استشهد الشهيد احمد منسي ويكتب التغريده التاليه: الليله قد تسقط العريش بكاملها والشرطه المصريه اختفت من الشوارع، واحد الضباط لجأ الى شيوخ العشائر في سيناء ليجيروا واشترط عليه تسليم سلاحه. يعني هو كان بيروج ان سيناء خرجت عن نطاق السيطره، وطبعا كل كلامه سموم. النهارده ناصر الدويله بيروج لنفس الكلام اللي ايدي كوهين بيقوله، ان الاقتصاد المصري هيسقط وهيفشل الى اخره. ولمن لا يعلم، ناصر الدويله اللي مشغله ايمن نور، يعني ناصر الدويله ده شغال بيمسح مكتب ايمن نور. وزي ما حضرتك شايف التغريده التاليه، ناصر الدويله عامل ريتويت لتغريده ايمن نور الهارب في تركيا وحاليا بريطانيا، وهو صاحب قناه الشرق الاخوانيه. فهم كل البرتيته دي، كل الشله دي شغاله يعني تحت جزمه ايدي كوهين. ايدي كوهين ينشر الاشاعه كله يشتغل عليها. هنا بقى عندي سؤال يا استاذ ناصر يا دويله، كفاياك يعني تمسح جزمه ايدي كوهين؟ كفايه يعني. لو انت عايز تفهمني ان الاقتصاد المصري هيسقط، طيب ليه دولة البحرين او مملكة البحرين طلبت تشتري من مصر كورفت بحري هيتم تصنيعها في المنطقة اللي هي الترسانة البحرية الصناعية العسكرية المصرية اللي السيسي افتتحها في الاسكندرية؟ اللي كشف الكلام ده صحيفة لا تريبيون الفرنسية، ده مش كلام انا. لو احنا هنفلس وما عندناش صناعة لدولة البحرين وهي دولة خليجية لها كل الاحترام، طلبت من مصر قطع عسكرية بحرية. وعلشان نفهم سياق القصة، في شهر يوليو 2014 البحرية المصرية عملت تعاقد مع شركة نافال جروب الفرنسية. قلنا هنشتري 4 كورفت قطع عسكرية بحرية قيمتهم مليار يورو. لكن نص الاتفاق اللي تم ابرامه ان مصر توطن صناعة المعدات دي في خلال سنين، يعني ينقلوا لنا تكنولوجيا الصناعة بتاعتها. فبدأنا النهاردة
نصدر معدات عسكرية للخليج. أيضا تقرير صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع إيرادات مصر من السياحة خلال ال5 سنين القادمة بشكل تدريجي لتصل إلى تقريبا 30 مليار دولار، يعني بارتفاع 155% مع إيرادات السنة الحالية. لو احنا هننهار والاقتصاد هيفشل، ليه صندوق النقد الدولي أصدر تقرير وقال لك إن مصر هتكسب أكتر من قطاع السياحة؟ طبعا النهارده الملياردير الإماراتي خلف الحبطور موجود في القاهرة للإعلان عن مشاريع ضخمة من ضمنها مشاريع سياحية. الراجل بالمناسبة قال لك إنه مصمم إن مصر هتنجو من الأزمة الاقتصادية اللي عندها، وده رجل أعمال. يعني خد بالك، ما هو رجل الأعمال ده في الأول والآخر عايز يكسب. فلما تعوز تشوف هل مصر هتنهار ولا لأ، بص على رجال الأعمال. هل ناصر الدويلة اللي شغال يمسح جزمة ايدي كوهين هيبقى بيفهم اكتر من رجل اعمال بحجم خلف الحبطور؟ رجل من اغنى اثرياء العالم. الراجل ده ثروته تتخطى 6-7 مليار دولار. ايضا مصر النهاردة رقم 5 على المستوى العالمي في التحويلات الخارجية. الهند بيتحول لها من الخارج 100 مليار دولار، المكسيك 60 مليار، الصين 50 مليار، الفلبين 38 مليار، مصر 32 مليار دولار سنويا. احنا رقم 5. فرغم الأزمة الاقتصادية، لكن المصريين المتواجدين في الخارج بيشتغلوا وبينتجوا وليهم إسهامات كبيرة. يعني النهاردة مجموعة الفطيم الرئيس التنفيذي بتاعها مواطن مصري. أيضا تعالوا نشوف المؤسسات الدولية. النهاردة ستاندرد اند بورز دي مؤسسة للتصنيف الائتماني. باختصار شديد، التصنيف الائتماني هو قياس قدرة الدولة على سداد ديونها. النهاردة التصنيف استقر عندي بيه مع نظرة مستقبلية مستقرة. يعني المؤسسة الدولية دي اللي ملهاش دعوة بالسياسة بتقول لك مصر هتقدر تسدد ديونها. ده مش كلام أنا. ومش بس كده، التقرير قال لك إن قيمة عجز الحساب الجاري هتقل من هنا ل 2026 لأنك مش هتاخد قروض كتيرة، وأيضا بتسد القروض اللي عليك. فأنا هسيب بقى المؤسسات الدولية وكلامهم واجي اسمع كلام ناصر الدويلة وايدي كوهين. ايضا النهارده كانت في ناس بتراهن ان مصر مش هتقدر تحل ازمه البضائع المتكدسه في الجمارك. النهارده المشكله اتحلت. ده كان في ناس بتراهن ان مصر مش هتقدر تكفي اكلها وشربها. لكن انا بقى ممكن اتقبل شخصيه محترمه مثلا زي حمد العبار، نجل محمد العبار، رئيس شركه اعمار. الراجل ده قال لك ان مصر فيها مشاكل كتيره، لكن كان انتقاده بشكل محترم. يعني قال لك مثلا ايه؟ قال لك ان كتير من المواطنين الخلايجه بيبقوا عايزين يشتروا شقق وفلل وعقارات سياحيه في مصر، يروح يقضي الصيف بتاعه على الساحل مثلا، على البحر الاحمر الى اخره. المشكله الراجل قال لك يا جماعه القانون العقاري عندكم بيخلينا لازم نختار الشركات المشهوره بس. يعني علشان مواطن خليجي يستثمر في عقار مصري ما يقدرش يستثمر في شركة نص نص، يعني لا، لازم يختار شركة ليها اسمها، لان في مشاكل في القوانين اللي بتحكم الشركات العقارية. فطبعا بيضطر يأمن نفسه ويختار شركة ليها اسمها. اهو ده راجل بينتقدني انتقاد محترم، احترمه واشيله فوق راسي كمان. انما واحد زي ناصر الدويلة وايدي كوهين ومعتز مطر وناس شغاله خدامين عند المخابرات البريطانيه، اسمع كلامهم ليه؟ والملخص اولا، هناك تشكيل مكون من 3: محمود وهبه، سام يوسف، وايدي كوهين. كل سنه يسحلوا الناس في موضوع هرتله، موضوع فاضي، ويقعدوا بقى معتز مطر وناصر يبنوا حلقات ويقعدوا يعملوا بس بالساعه والاثنين والثلاثه على كلام كله هرتله. مشكلتي مش معاهم، هم كدابين وعارفين ان هم كدابين. مشكلتي مع الناس اللي بتصدق الهرتله دي على مدار 10 سنين. وادينا مستنيين وهنشوف الايام الجايه مخبيه لينا ايه. وده معزك يا وطن. بس كده وصلنا لنهايه الحلقه، وهي دي اصل الحكايه. اشوفكم على خير. واحنا مش متوحدات، احنا نار تحت الرماد، احنا صخر ما يتكسرش وكل ضربه يزيد ثبات.